السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب تكونوا بخير، في صحة وفي سعادة وفي راحة بال من رب العالمين. انا النهاردة بقى هعمل لكم اكلة حلوة قوي قوي قوي، هتحبوها. قلنا بقى نختم رمضان بقى كده بالحاجات الحلوة دي، عشان بقى في العيد بقى ايه، كل الشعب المصري بياكل فسيخ ورنجة بقى وكعك وبسكويت بقى وحاجات حلوة من دي. فكل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وبسعادة. انا ما عملتش المكرونه البشاميل من زمان، وما عملتهاش بقى في شهر رمضان، فقلت بقى ايه اعملها في رمضان. فحطيت الميه للمكرونه تتسلق، وقلت اظبط البشاميل بتاع المكرونه. تمام. قبل ما ابدا الفيديو، عايزه بقى اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر عشان خاطر تستفادوا من النقاط اللي هتشوفوها من اي حاجه، وخصوصا الناس اللي لسه متجوزه، دول اكتر ناس هيستفادوا ان شاء الله باذن الله من الفيديو. تمام. اول حاجه عملناها ان احنا حطينا سمنه. يعني بصوا، السمنه على قد الدقيق. خلاص هتحطش معلقه سمنه معلقه دقيق، لكل معلقه سمنه معلقه دقيق. خلاص. وهتشوحي، ومش بلاش تضيفي كل المقدار، يعني كل مقدار الدقيق مره واحده، عشان خاطر هيشرب السمنه، وبالتالي مش هتعرفي ان انت ايه تكملي البشاميل. خلاص. يعني شوفي على حسب الصينيه اللي انت هتعمليها. طبعا انا عامله صينيه كبيره عشان احنا ما شاء الله عيله، ربنا يخلي يا رب. وقلت عشان خاطر برضو لو فاض ايه حاجه لبكره، يعني اول يوم العيد او كده، فالناس طبعا ما بتكونش ايه، بنكون مأجزين شويه من حكايه الاكل. خلاص. فانا قلت بقى اعمل صينيه كبيره كده، عشان برضو ايه لما الاولاد يفطروا ايه يلاقوها ايه مثلا، حبوا بقى يتغدوا منها كده، الباقي طبعا هناكله يعني تاني يوم. فانا اهو زي ما انتم شايفين، ده ربع كيلو دقيق. ربع كيلو دقيق. تمام. آه لازم انا بحب احمر الدقيق في السمنه. بعد كده، بعد ما احمر الدقيق كويس قوي في السمنه، هنزل باللبن. هنزل باللبن. هحط مكعبين مرق الاول. هحط مكعبين مرق الاول يتشوحوا في قلب الدقيق، لان انا ما حطيتش شوربه. انا في اليوم دوت كنت عامله الفراخ صينيه في الفرن، فما حطيتش في البشاميل شوربه، عملته بلبن بس. فطبعا مكعبين المرق دوت هيغنوا عن الشوربه. خلاص. هتشوحي الدقيق كويس قوي لغايه ما يتحمص وياخد لون كده في السمنه. وبعد كده اهم حاجه ان الدقيق يتحمص معاكي. خلاص. هتفضلي تشوحي في الدقيق لغايه ما يتحمص. طبعا انا هنا كنت بفرم مرقه الدجاج لما حطيتها، فكنت بفككها كده بايدي عشان خاطر ايه، يعني تدي طعم لكل البشاميل. خلاص. وهفضل اشوح كده شويه في البشاميل. البشاميل مش هيجرى له حاجه، الدقيق مش هيجرى له حاجه، خلي بالكم يا جماعه. كل ما تشوحي في الدقيق وتدي لون، بيبقى هايل جدا معاكي، بيبقى حلو قوي معاكي. خلاص. هننزل باللبن. وبعد كده يعني انا انصحك ان انت لو مش هتعرفي تجيبي مضرب يدوي، هنصحك بالمضرب الكهرباء. هتقولي مضرب كهرباء في حاله البشاميل، هقول لكم عادي خالص خالص، انا والله بعملها بالطريقه دي. بصوا اهو، دوت المضرب العادي اليدوي. خلاص. انا المعلقه مش كانت يعني عامله معايا نتيجه، فانا قلت لا، اجيب المضرب اللي هو اليدوي ده. دوت المضرب هو مش ده مضرب الكهرباء اصلا، يعني ده اصلا المضرب بتاع الكهرباء. بس انا خلعته كده من المضرب نفسه، وحبيت ان انا اوريكم انا هعمل ايه. طبعا احنا ايدينا ما تتشالش يا جماعه من البشاميل. ايدينا ما تتشالش من الحله. هتفضلي تقلبي كده مده طويله لحد ما البشاميل كله يتجانس مع بعضه. تمام. ويبقى معاكي كريمي. خلاص. والله انتي ما عرفتيش تقلبي، ما عرفتش. بصوا البشاميل عمل ازاي، تقل ازاي. حطيت بس فلفل اسمر كده، ما حطيتش اي حاجه تانية. اهو. بص البشاميل عامل ازاي. وانا طبعا انا قايله لكم ان انا ما عنديش شوربه، فانا كنت حطيت لتر لبن على البشاميل، فقلت خلاص مش مشكله هزود ميه. عايزه خالص ما تقلقيش خالص نهائي. وحطيت ملح كده برضو، وايه تفضلي ايدك في الحله ما تطلعش من الحله. ايدك ما تطلعش من الحله، بتزودي الملح واحده واحده شويه شويه. بصوا بقى غلي خلاص اهو البشاميل بقى ممتاز وهايل هايل.
جينا بقى نعمل اللحمه المفرومه بتاعه المكرونه بشاميل اهو. ادي اللحمه فككتها الاول. انا مسرعه لكم الفيديو على فكره عشان خاطر برضو ما اطولش عليكم. انا الاول بجيب اللحمه، هي اللحمه كانت متلجه. انا بحطها اربع عندي يا جماعه في اربع عندي كده يعني اللحمه ربع 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 على قد الصينيه اللي هتعمليها. ربع بقى ازيد من ربع شويه على قد الصينيه اللي انت هتعمليها. تمام. خلاص اهو بعد ما حطيت اللحمه، بعد ما فلفلت اللحمه حطيت البصل، حطيت الفلفل، بعد كده ضربت طماطميه برضو لغايه ما ما اكتملت خلاص. طيب تعالوا بقى احنا هنعمل فراخ. دي فرخه كبيره انا مقطعاها يعني من 8 ل 10 قطع، مقطعاها تقطيع كبير. طيب ايه دوت فلفل وبصل بس. ده فلفل وبصل. خلاص. وهحط ملح وفلفل، وهمسك بقى هبهر يعني هبهر الفراخ دي بملح وفلفل. مش هعمل اي حاجه خالص غير هو الملح والفلفل والورق اللورا لو عندك ورق لورا. وهمسك الفراخ بقى، هدعك البصل والفلفل دوت في الفراخ لغايه ما يتجانسوا مع بعض ويشربوا من طعم، تشرب من طعم البصل ده. بصوا بتدي الفراخ طعم حلو قوي قوي قوي. انا مش عايزاكي ان انتي مثلا تيجي تقولي لا انا هسلق واحمر. ما هو بصوا، انا هقول لكم هو السليق والتحمير مش وحش، هو سهل وحلو وبرده بيبقى طعمه حلو. بس احنا عايزين تغيير. الولاد بيقعدوا يقولوا غيري لنا غيري لنا. يعني انا ولادي يقعدوا طب حمريها لنا في الفيجيتار، طب مش عارفه اعملي طب مش عارفه. فانا قلت لا انا بقى كله كده في الفرن. طالما انا كده كده مولعه بقى الفرن على صينيه المكرونه، فمش هيبقى بقى خساره غاز وخساره وخساره وقت. لا يلا بقى في السريع السريع كده نحط بقى صينيه الفراخ. وكده كده احنا بنروق بقى وطلعان عينينا اليومين دول. كل سنه وانتم طيبين وبخير. طبعا انا عملت البشاميل وخلصته. جبت بيضتين ضربتهم زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليهم فلفل اسمر. وادي البشاميل اهو بعد ما خلاص عملته. طيب احنا كده هنيجي نرص الصينيه. طب احنا هنيجي نرص الصينيه ازاي؟ هنجيب الصينيه المقاس اللي انت عايزاه. خلاص. الصينيه بتاعتي دي مقاس 32. خلاص. اهو حطيت شويه بشاميل كده في الارضيه وفردته في ارضيه الصينيه كلها. كل الصينيه بارضيه البشاميل كده زي ما انتم شايفين. البشاميل لما انت بتحطيه في ارضيه الصينيه ما بيلزقش او ما بي... صينيه المكرونه ما بتتحرقش معاكي. طيب انا جبت المكرونه بعد ما سلقتها خلاص، وحطيت بشاميل كده عليها اهو. دي كميه المكرونه كلها. انا حطيت البشاميل، حطيت شويه بشاميل على المكرونه كده. وهبتدي ان انا انزل نص صينية المكرونة، نص المكرونة في الصينية، وافرد. وبعد كده احط اللحمة عليها. وبعد ما احط اللحمة عليها، والله انا مسرعه لكم الفيديو على الاخر يا جماعة عشان قلت برضو علشان خاطر انتوا، انا هسرع لكم الفيديو على الاخر عشان خاطر انتوا ما تزهقوش من الفيديو. بس اهم حاجة ان انتوا تكونوا استفدتوا. اهم حاجة ان انتوا تكونوا استفدتوا. ان شاء الله الفيديوهات الجاية بعد رمضان مش هتبقى فيديوهات اكل، هتبقى فيديوهات كلام. هنتكلم وهنتثقف هنقول كل اللي نفسنا فيه كله. نحكي عن مشاكلنا، نحكي عن حياتنا. بصوا البشاميل بقى اللي فضل، انا ضربت البيضتين وحطيته عليهم وحطيتهم على الوش، ولا اجدع صينيه مكرونه. ودوت بقى جبنه موتزاريلا وادي الفراخ مع